توني بيرسون أو كما يلقب بمايكل جاكسون كمال الأجسام، من المعاناة والفقر إلى قمة المجد. أرسله أرنولد إلى ويدر ولكن ويدر لم يتقبله. من هو توني بيرسون؟ توني بيرسون من مواليد 11 يناير عام 1957، أمريكي الجنسية. نافس خلال فترة السبعينيات والثمانينات. فاز في الكثير من العروض الاحترافية وده خلاه وقتها وجه لكمال الأجسام. توني بيرسون طوله 175 سنتي، وزنه على المسرح حوالي 93 كيلو، وزنه خارج المنافسة 97 كيلو، مقاس ذراعه حوالي 20.5 بوصة. طفولة توني بيرسون كانت طفولة قاسية، معاناة وفقر. كانت الأسرة مكونة من 8 أطفال، 3 أولاد و5 بنات. والديه كانوا بيعملوا من أجل الإنفاق على الأسرة. عمل والد توني بيرسون موصل للثلج والفحم. كانت وقتها الأمور الاقتصادية صعبة، لم يستطيع الأب والأم الإنفاق على الأسرة. في عام 1959 انفصل والد توني عن والدته. وقتها توني كان عنده حوالي سنتين. كانت معاناة بالنسبة ليه كطفل. بعد الانفصال بيذهب توني وأحد أخواته للعيش مع عمته. معاناة أخرى إن العمة كبيرة في السن ولا تستطيع الإنفاق على أطفال. مع بداية عام 1970 انتقل توني وأخته إلى سانت لويس والتحقوا بمدرسة نورماند الإعدادية والثانوية. مع حلول عام 1973 تدخل مستشار المدرسة باحتجاز الأطفال في دار رعاية، وهنا كانت نقلة كبيرة في حياة توني بيرسون، من الإهمال وسوء المعاملة إلى الاهتمام والرعاية. خلال دراسته في المدرسة الثانوية مارس توني المصارعة، اتعرض وقتها لإصابة في الركبة. ذهب وقتها لجيم جورج تورنر من أجل إعادة التأهيل. وقتها كان بيتمرن في الجيم كين ويلر وسمير بنوت وديف جونز. بعد جلسة واحدة من التمرين صاحب الجيم قال لتوني أنت موهوب وراثيا وأنا هعمل منك بطل. بعد حوالي 6 شهور من التمرين اكتسب توني 20 رطل من العضلات، ولكن بيقرر الرحيل من أجل تحقيق الحلم. اتجه توني إلى لوس أنجلوس من أجل تحقيق الحلم. كان معاه وقتها حوالي 75 دولار وحقيبة صغيرة من الملابس. بعد 10 أيام من المعاناة وعدم الراحة اتجه إلى جولد جيم. عمره وقتها كان 19 سنة. كان موجود وقتها في الجيم جو ويدر وفرانك زين وبعض اللاعبين باستثناء أرنولد. جلس توني بيرسون في أحد أرقام الجيم ليشاهد نجوم كمال الأجسام وهم بيتمرنوا. توني بيقول تمرينهم كان مكثف جدا، ما كانش فيه كلام ومفيش راحة. الصالة كانت مزدحمة. كان قبل مستر أولمبيا 76 ببضعة أشهر. توني كان منبهر باللاعبين اللي موجودين في الصالة وكان بيتمنى يكون واحد منهم. شافوا أحد العاملين بالجيم وسأله أنت قاعد هنا ليه؟ معاك مال تشترك في الجيم؟ توني قال له لأ وسأله على أرنولد. الراجل قال له كان موجود هنا من بضعة ساعات ومشي. غادر توني الجيم ومعاه حقيبته الصغيرة واتجه إلى شاطئ فينيسيا، واللي كان وقتها بيتمرن عليه مشاهير كمال الأجسام. الشاطئ كان مزدحم جدا بالكثير من المشاهدين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة مشاهير كمال الأجسام وهي بتتمرن على الشاطئ. بعد شهر من التمرين كانت أهم نقلة في حياة توني بيرسون إن أرنولد راح له واتكلم معاه وقال له أنا أشاهدك وأنت بتتمرن، أنت موهوب ولديك الإمكانيات إنك تكون بطل. وإداله عنوان ويدر وقال له أول ما تروح لويدر قول له أنا جاي لك من طرف أرنولد. أرنولد اتكلم عن توني بيرسون في كتابه وقال عنه أتذكر قبل بضع سنوات رؤيا طفل أسود نحيف يتدرب على شاطئ فينيسيا. لقد شاهدته يقوم بمجموعات لا نهاية لها من تمرين الأسكوات ويعذب نفسه تكرار بعد تكرار. وبعد فترة بدأت رجله في النمو. وبعد عام ونصف فاز في مسابقة مستر أمريكا عام 1978. اتجه توني لجو ويدر، ركب وقتها 3 مواصلات. ومجرد وصوله لويدر قال له أنا جاي لك من طرف أرنولد، بيقول لك اكتب عني مقال. استدار ويدر لشخص اسمه جاك وقال له اكتب مقال عن هذا الطفل. أرسله أرنولد وابتعد جو ويدر ولم يقابله مرة أخرى. حتى خلال منافسة توني لم يلتقي بويدر مرة أخرى حتى وفاته. وقتها أدرك توني إن ويدر لم يتقبله. سعى توني بيرسون من أجل إثبات نجاحه لويدر بفوزه في الكثير من العروض، ولكن للأسف لم يتقبله ويدر. بعد نجاح توني بيرسون تلقى الكثير من العروض للمشاركة في المسابقات وأغلفة المجلات. لم يعرف توني أنه مجرد مشاركته في عرض أو مجلة سوف يتلقى أقصى عقوبة من ويدر. وبالفعل تم فصل توني بيرسون من الاتحاد مدى الحياة. بعد عدة أشهر من التوقف عانى توني من قلة المال والطعام. عرض عليه أحد أصدقائه إرسال خطاب إلى الاتحاد من أجل العودة مرة أخرى،
وبالفعل تم إعادة توني بيرسون إلى اتحاد ال IFBB. وقتها أدرك إن ويدر بيتحكم في كل حاجة وإن فصله من الاتحاد كان بغرض سياسي من قبل ويدر. حتى في العروض اللي شارك فيها بعد كده تم حرمانه من الحصول عليها. خلف الكواليس الحكم قال لتوني أنت مش هتكسب أي عرض بعد كده. ويدر كان قاسي جدا مع توني بيرسون برغم نجاحه والكثير من العروض اللي اتعرضت عليه، لكن ويدر لم يرحب بذلك. توني بيرسون من أوائل اللاعبين اللي قدمت عرض زوجي باللاعب ولاعبة. اعتزل توني كمال الأجسام عام 1994 وعمل بالتدريب الشخصي. في عام 2007 تم إدراج توني في قاعة مشاهير كمال الأجسام. وفي عام 2010 وبعمر 53 سنة عاد مرة أخرى للمسرح في عرض الأزواج. برغم كل الأزمات اللي مر بيها توني بيرسون من طفولته ورحيله من أجل تحقيق الحلم، وهو لا يملك المال ولا الملابس، وعدم تقبل ويدر ليه وحظره من الاتحاد، قدر يسطر اسمه بجانب أساطير كمال الأجسام.